طريقة. وبالتالي السحر خرافة وليس السحر ليس خرافة. السحر واقع، علم، بس واقع تخيلي. علم ايوه، بدليل أن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هو شيء يعلم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت، جابوه الشياطين منين؟ من تعليم الملائكة. الله الملائكة يجوا يعلموا السحر، يقول لك ايوه، بس قبل ما بيعلموا واحد يقولوا احنا هنديك قوة تستطيع أن تسخر بها جنسا أقوى منك وهو الجن. ودي ليه؟ عشان ايه؟ الأدنى وهو الإنس يسخر أقوى منه وهو الجن، حتى يعلم الناس أن الأشياء لا تأخذ بطبيعة تكوينها قوانينها، إنما إرادة المكون. الأعلى الجن أخف مني، أدق، ينفذ من الجدار، يراني ولا أراه، إنما ربنا يدي للي أدنى منه هو الإنسان حاجة يسيطر بها عليها. يبقى إذا طلقت القدرة عشان ما نفهمش إنها بالعنصر، لا، ده بالإرادة. فيعلموا الناس السحر اللي هو التخيلات دي، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنك حين تتعلم السحر أخذت قوة ترفع فرصتك عن فرصة من بني جنسك، فده يدرك عليه، وانت ما انتش ضامن بقى نفسك عند الطغيان ايه. قد تقول لا انا اتعلمه علشان ما اقول لك، انت بتقولها دلوقتي، انما عند الاداء يمكن ما تبقاش كده. فالاحسن ايه؟ بلاش. فيبقى اذا بس ده ايه؟ تخيل. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ولذلك احنا تيجي بتعرض علينا كل يوم يمكن أكثر من مسألة في هذه المسألة، اللي مكتوب له واللي معمول له عمل واللي مش عارف إيه واللي عمل إيه. فهدانا الله أخيرا إلى دعاء استنبطناه من قراءاتنا في القرآن وطبعناه في كلا شيء، وهو الحمد لله ما قرأه إنسان إلا وأبعد الله عنه ذلك. ليه؟ لأن الناس اللي بيلجأوا اللي بتوع السحر والعمليات دي قد يفلحون في أن يفكوا عنهم الأعمال، إنما يستعبدوهم. ومحدش عمل هم يعملوا عشان يقولهم. ولا أدل على أن دي تخيلات كلها من أن من لم يعلم السحر هو الذي يرزق من يعلم السحر. عشتوا منه هو، فلو كان فالح كان يفلح في إيه؟ كان يفلح في إيه؟ في روحه. وبعد ذلك يقول الله إياكم أن تأخذوا قانونا يرفع فرصتكم عن فرصة إخوانكم. كل واحد ياخد قانونه عشان ما تطغاش. واعلم انك لو اخذت فرصة جن وتقول استخدمه في كذا، اياك ان تفهم ان ده هيزود عنك حاجة، بل يزيدك تعبا وارهاقا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك تجد المشتغلين بهذه المسألة سمتهم كدر، شكلهم منفر، اغلبهم بآفات، أولادهم لا يمكن أن يكونوا سلام التكوين. ليه؟ لأنه أخذ فرصة غير فرصة غيره. نعم. فضيلة الشيخ الشعراوي بترجاك نسمع الدعاء الذي ذكرت أنك وضعته. مطبوع معمول بك لا شيء. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه، بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من دخل عليها ويلعن هؤلاء ولا يذهب إليهم ولا يلتفت إليهم، لا بد أن ربنا يبعدهم عنه ولا يخليهم شيء عملهم يجوز فيهم.